أهم مباريات الدوري الإسباني الليجا الجولة ال17. أول مباراة معانا ما بين برشلونة وفيا ريال. برشلونة يفوز على فيا ريال 2-0، طبعا بهدفي رافينيا، كان سجل الأول من ضربة جزاء، هو اللي تسبب في ضربة الجزاء رافينيا، ثم سجلها على طول على يمين الحارس. طبعا بعد كده طبعا ضغط برشلوني هجومي، برشلونة كان أفضل بكتير، بيشوط دايما. رافينيا يا جماعة شاط كورة أسطورية طبعا، جت في العرض طبعا. رافينيا كان كويس جدا، مان اوف ذا ماتش طبعا. ثم سجل الهدف الثاني في الدقيقة حاجة و70 تقريبا، الا هو لامين يامال. عالمي طبعا. فرينك ديونج عمل اسيست، وعلى طول يامال بيسجل برضو. يامال النهارده كان عالمي، عمل كذا باس كويس لفيرمين لوبيز، لكذا لاعب يعني، كان بيراوغ، كان كويس جدا. كان ممكن يتصاب طبعا من تدخل ريناتو فيجا اللي اتطرد، فطبعا طرد ريناتو فيجا من فيا ريال وفوز البارسا يخليه في صدارة الليجا ب 46 نقطة، حاجة عالمية. طبعا اخوان جارسيا اسطوري ما شاء الله، تصدر كذا انفراد. يا بالدي كان سايق في مباراة فيا ريال. يعني ثاني مباراة معانا ما بين ريال مدريد واشبيليا. ريال مدريد يفوز على اشبيليا 2-0 في الدوري الاسباني. طبعا كان سجل الهدف الاول جود بيلينجهام من الرأسية، يعني رودريجو عمل اسيست، والهدف الثاني كان سجله كيليان مبابي من ضربة جزاء. فوز بيخلي ريال مدريد في المركز الثاني، فرق 4 نقاط عن برشلونة المتصدر. كيليان مبابي عالمي طبعا، بيعادل رقم رونالدو اللي هو 59 هدف في عام واحد، يعني حاجة عالمية طبعا. فكيليان مبابي جود بيلينجهام يوديان الفوز لمدريد على اشبيليا في البريماتيو. طبعا كورتوا عالمي جدا.